ما ينفعش تكون في الحج او رايح الحج وما تاخدش بالك من الكام نصيحه اللي هقولك عليهم. اول حاجه لازم تغسل ايدك على طول بالميه والصابون، لو ما كانش متوفر يبقى لازم تاخد معاك الكحول 70% على طول تطهر ايديك. هناك الدنيا بتبقى زحمه جدا، فلازم يبقى تطهير طول الوقت، كل شويه تدلك ايدك بالكحول وتسيبها تنشف. لازم تشرب قسط كبير من الماء طول ما انت ماشي، لان طبعا في الحر وعلى جبل عرفات الدنيا بتبقى حر شديد. ما تستخدمش الحاجات الشخصيه بتاعتك مع حد تاني معاك في الغرفه، مثلا القصافه، موس الحلاقه، الفوطه، كل الحاجات دي ما ينفعش. العدوى ممكن تصيبك في اي لحظه، فبلاش. ما تنساش الشمسيه، لازم تاخد شمسيه معاك عشان الشمس هناك بتبقى شديده جدا زي ما بنشوف، ربنا يكتبها لنا. حتى لو بتشوف التلفزيون الشمس هناك بتبقى صعبه جدا جدا جدا. لازم تاكل كويس جدا. طبعا ما تنساش شرب الميه. التطعيمات بتاعتك ما تنساش تاخدها من هنا قبل ما تروح. بلاش تتشارك، يعني لو حد شايفه عنده برد عنده حاجه ما تقربش منه، يا ريت نبعد عن بعض. بلاش بقى السلام والاحضان وازيك وعامل ايه والكلام ده، كل حاجه من بعيد احسن. كل الحاجات دي هتبقى فايده لصحتك انت. كمان في حاجه مهمه جدا 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 لازم ناخد بالها، لو هتعطس لو هتكح يا ريت تبقى لابس كمامه حتى من قبل ما تعمل الحاجات دي، عشان لا تعدي حد ولا حد يعديك. وكمان لو هتعطس لازم يبقى معاك المناديل، ما كانش المناديل متوفره يبقى تستخدم المرفق والكوع كده وانت بتعطس، تبقى في هدومك احسن من اي حاجه. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. لو اول مره تشوفني على التيك توك تساعد زائد اللي جنب الفيديو خلي قلب لونه احمر، وكمان اعاده نشر.